الدفاع السعودي. كرة صعبة وانطلاقة من هنالك خطيرة، الاصطدام وجول. حكم المباراة اعتبر بأن الاصطدام كان عادي، وهدف التعديل من يحيى الشهري لنادي النصر في الدقيقة 11 من عمر هذه المباراة. بعد ثاني فرصة جاء هدف التعديل. هنا تأخرت يا جلال حسن في الخروج، وهنا يحيى الشهري كان ذكي وكان ماكر، ليس يحيى وإنما المهاجم عبد الله آل سالم. الاصطدام الحكم المساعد يقول بأنه مجرد اصطدام عفوي بين حارس ومهاجم، ولم يكن هناك خطأ، فسقط الاثنان وجاء الجول. شوف هنا آي نعم لا ليس هناك خطأ، لأنه المهاجم السعودي تقريبا راح للكرة. شوف الإعادة، شوف الوجهة نتاعو كانت الكرة، تفوق فيها، حاول يمر واصطدم مع الحارس. والله أنا لو كنت حكم لما صفرت خطأ في هذه اللعبة، لأنه احتكاك واصطدام عادي جدا. يبقى تقدير الحكام قد يكون مختلف. هنا حب يروح للكرة والحارس أيضا حب يروح للكرة، اللاعبان كلاهما لم يكن ولا واحد قصده أن يرتكب خطأ ضد الآخر، والاصطدام يحدث. تقديره كان جيد حكم المباراة في هذه اللعبة، والمتابعة كانت جيدة من يحيى الشهري الذي سجل هدف التعديل لصالح نادي النصر. هدف لهدف ونحن نقترب من الربع ساعة الأول. سلامات إن شاء الله.